غاريا مستوى فني كبير، مستوى اخلاقي كبير، معناها من احسن اللاعبين ومن احسن المدافعين اللي لعبوا في البطوله التونسيه. اعطى الكثير للنادي الافريقي، تحصلنا معاه على الرباعيه. خو ماهوش لاعب معناها جزائري. تعاشرنا برشا، مش هو بركه، هو عندك فودي المغاري، عندك رزقي عمروش، معناها من احسن اللاعبين اللي لعبوا في البطوله. جاي بعد شوي، بعد 6-7 سنوات، من احسن اللاعبين اللي لعبوا في البطوله التونسيه. شكرا لك. كيفاش لقيت النادي الافريقي البارح؟ والله النادي الافريقي كان مختلف في المباراه هذه، في غياب جابو شفت اللي الاطار الفني غير الخطه التكتيكيه. شفنا معناها انا حسب رايي كان ينجم يكون زغلامي معناها في راس حربه، ويكونوا لي كولوار قاعدين هما بيدهم، خاطر لقى توازن في اخر المباريات اللي فاتوا في البطوله، لقى توازن النادي الافريقي. بغياب جابو نظن خير ساليفو باش يدخل وسط ميدان، وتكون خطه 4-4-2 او لوزونج اللي يلعب بها ضد مستقبل المرسى. وهذايا صارت معناها في التمركز نتاع اللاعبين في الانيماسيون، خلى برشا مساحات، وكانت معناها كانت مباراة مش سهلة النادي افريقيا. بشوفوا بعض اللقطات. نبداو مع العملية الأولى معك فتحي العبيدي. نواصلوا نشوفوا الصور كان ممكن. اللقطة الأولى من المباراة، لقطات اخترتهم باش تورينا يمكن تطور اللعب النادي الافريقي في غياب جابو. كما قلت في غياب جابو فما برشا حاجات تبدلوا معناها في النادي الافريقي، الوقفه تبدلت، لي زيسباس، فما برشا مساحات. الفورمه تاع صابر خليفه جات في وقتها ولا بالنسبه للنادي الافريقي في البطوله ريناه وفي كاس افريقيا؟ والله صحيح، صابر خليفه قاعد يعطي برشا، هذاك علاش انا قلت معناها عندك الوقفه نتاع اللاعبين. صابر خليفه ديما يحبذ ما يلعب على الكولوار معناها على اليسار، ذوادي على اليمين. اليوم شوف معناها في المباراه هذه شفناهم زوز راس حربه، شفنا معناها ساليفو هو اللي قدام الدفاع، شفنا على يمينه كان فما ناتر هذلي وقدامهم بالعيد. دونك هذايا اللوزونج اللي متكون. شلف معناها لقى مساحات، فما اخطاء. النادي الافريقي كان ينجم معناها يروح بالانتصار. شفنا كذلك العقربي والحدادي اللي معناها ما طلعوش برشا فيو الخطه هذه اللي لعب بها النادي الافريقي. ما نعرفش كان صور حاضره ولا لا، كان ممكن ما كانش نقدموا بالطبيعه. فوزي معاك اليوم، اهميه هداف، انت احسن هداف النادي الافريقي في الكؤوس الافريقيه، اهميه هداف، اهميه انه صابر خليفه في كل مباراه، شنو رايك؟ باش تكون هداف يلزم يكونوا فما لاعبين عندهم خصال نتاع التمريره الاخيره. وقت اللي كنت نلعب معناها كان لطفي الرويسي، كان سمير السليمي، سامي النصري، خالد السعيدي، معناها في كل مقابله تنجم تلقى روحك في 4-5 مناسبات، في 4-5 مناسبات تلقى روحك وجه لوجه مع الحارس. لكن الفورمه اللي عليها صابر خليفه توا تخول له باش يسجل العديد من الاهداف في البطوله التونسيه، وان شاء الله يكمل يسجل لنا في مقابله الاياب ويتاهل للنادي الافريقي. سيمون، كيفاش لقيت النادي الافريقي يوم الجمعه؟ الفترة الأخرانية سانسيرمون يلقى لا ريوسيت في الفاز اوفونسيف، فما توازن في وسط الميدان. عرف كيف يسكر باساج فيد النادي الافريقي؟ الفرق الكبرى ما تقعدش برشا في فترة فراغ، سي سارتان يعملوا رياكسيون تو سويت. وتوا الفترة هذه النادي الافريقي قاعد يلقى في النجاعة، قاعد كل مقابلة يسجل، سي ان بوان تري امبورتون. وفما نقطة اللي بتاتر زاد كيف اون ميم طون يقبل في بعض الأحيان. أكيد فترة الفراغ خرج منها بنتائج طيبة. صهيب الرافي، كيف مانيش باش نزيد حاجة كبيرة على اللي قالوش، سولمون كي تبدل الديسبوزيتيف تكتيك نتاعك وتلقى فيسع لي زوتوماتيزم نتاعك، وتلقى ليكيب نتاعك واقفة وريوسيت وتماركي، تخلط تماركي وما تقبلش برشا اهداف، يعني بونت والاكستيريور في مسابقه افريقيه وتسجل حاجه باهيه برشا. نورمالمون الافريقي على السكه رجع فيت في بعد كيما قال سي منذر من الباساج فيد هذايا، وعرف كيفاش يتعامل مع بعد شويه باش نحكيو على حظوظ الانديه اللي معنيه بالتتويج في البطوله المحليه. لكن قبل كل شيء نرجعوا مع العمليات والصور اللي اخترتهم انت فتحي العبيدي فيما يخص المباراه هذه. نبداو مع العمليه الاولى، تفضل. شوفوا العمليه الاولى، الوقفه نتاع النادي الافريقي 4 لاعبين دفاع. شفنا اللوزونج اللي في وسط الميدان، وزوز لاعبين معناها صابر خليفه والذوادي القدام.
بالنسبه للمنافس كان واقف أربع لاعبين دفاع في الدفاع، ثلاثه في وسط الميدان وثلاثه معناها مهاجمين. كما قلت معناها نرجع للوقفه نتاع النادي الافريقي. لعبت نادي افريقي ضد المستقبل الرياضي بالمرسى هكايا وما لقاش التوازن نتاعها. علاش؟ لا شيء لانه زوز لاعبين فما سرعه القدام وخط وسط الميدان ثقيل معناها ما يخلطش. نشوفوا هنا الاربع لاعبين في الرولونس تاع الكره بعاد برشا على بعضهم. هذوما المساحات اللي اربع لاعبين قراب برشا لبعضهم مش بعض. لا ما بين اللاعبين. هنا المشكله هنا خاطر الكره الثانيه كل خذاها شلف. هنا الكره الثانيه ياخوها المنطقه اللي خلاها على خاطر وسط الميدان كان ثقيل ما يخلطش فيه ساعه السرعه القدام. نشوف هنا لا ميم شوز كيف شوفوا العقربي هنا يتوغل. هنا الذوادي معناها كان بامكانه باش يلعب مع العقربي اللي هو ماشي في العمق يحتفظ بالكره. ثاني حاجه نشوفوا صبر خليفه يشير له هنا باش يلعب مع بالعيد اللي جاي من الخط الثاني وكانت فما مساحه بامكانه باش يلعب. هذا معناها الدوزيام شوا الاختيار الثاني. شفنا فما مدافع استبق دخول الذوادي. هنا ياخذ الكره. نشوفوا اغزر هنا كيفاش معناها كواكو اونتر لي ليني معناها بين الخطوط. المساحات هذه اللي سبت مشكله للنادي الافريقي بالوضعيه هذه. شوفوا كواكو يتوغل هنا يتعدى الرجوع نتاع لاعبين النادي الافريقي. كيف كره ثانيه مازال ما رجعوش معناها الخط القدام. كره ثانيه تجي 6 لاعبين كيف مازال ما جاء حتى حد ويوزع. الوقفه هذه كما قلت لك سبت معناها فما صار ديزيكيليبر شويه في النادي الافريقي. كان بامكانه الزغلامي يكون القدام ويقفوا. هنا كيف هنا يضيع الكنترول وباقي وحده. نشوفوا اونتر لي ليني 3 لاعبين كيف المساحه هذه اللي نحكيو عليها ما بين الخطوط. 4 لاعبين هنا يضيع كورته وباقي جوار مشلف هو اللي ياخذ الكره. كيف هنا الكره الثانيه كيف شفنا 7 لاعبين و8 لاعبين والكره الثانيه ديما للشلف لهنا ياخذ الكره هنا يوزع. وهنا الكره الثانيه كيف تاخذ شلف. هنا في النادي الافريقي في هجمه مرتده كيف كان بامكانه هنا زوير الذوادي باش يعطي الكره 4 لاعبين ما ينجمش يدخل معناها كان ينجم يلعب على الرواق الايسر. كان صبر خليفه موجود خير هنا الاحتفاظ بالكره وهنا تتفك وترجع. دونك هنا حبيت نوري على الذوادي على خاطر الذوادي كان يحتكر برشا الكره هنا نشوفوا الذوادي وقت ياخذ الكره ولعبوا بو مومون في الوقت اللي يلزموا يلعبوا مع بالعيد. هنا اللي طلب كما يلزم في ظهر هنا الدفاع بلمسه واحده 3 لمسات والهدف. دونك هنا حبيت نوري اللي زوير الذوادي يلزموا هدف اكثر في مدرسه صحيح. هنا شوفوا الخطا الكبير هنا بالقروي. هنا لاصق صاحبه ومن بعد يسيبه. فما 4 متر اللاعب كواكو يلعب اون ديفياسيون وحده كيف بالقروي ما عادش لاهي بصاحبه يخزر ما يخزرش معناها فاس او جوار. هنا يسنتر والحدادي كان ينجم بامكانه باش يلصق معناها يجليس. هنا غلطه 8 لاعبين وسطهم لاعب. هذه الغلطه اللي رجع بها الفريق شلف. فوزي انا سور لونسومبل دو ماتش توا اللي يقول فيه فتحي صحيح. اما شفت الكلوب واقف وقفه باهيه سورتو في الترانزيسيون اتاك ديفونس كان ديما في الوقت في الروبلي معنا في الروبلي كنا ديما اون سوبيريوريتي نيميريك سور البلان ديفونسيف مالغري هكا لي زيسباس اللي كانوا موجودين ديما تلقى الملاعبيه نتاع النادي الافريقي اكثر من الملاعبيه حتى كان في المقابله هذيا ابار عمليه الهدف اللي يمكن فيها زوز اخطاء. لكن النادي الافريقي بالنسبه لي انا عمل لازم سجل هدف خارج اراضيه. نتيجه التعادل نعتبرها نتيجه ايجابيه
وفريق الشلف معناها النادي الافريقي قادر باش يفوز عليه في مقابله الاياب ويتاهل باذن الله. والموعد يكون بعد زوز اسابيع من الان، وفي الانتظار فما العديد من الجولات تاع البطوله، ونحكيو على التتويج المحلي ايضا. حكينا على الاذهان اللي فيه خاصه بالنسبه للممثلين